السلطة الجديدة والحكام الجدد يهمهم الجمهور أو القاعدة الصلبة إذا جاز التعبير. يعني قاعدتهم أكثر من ملايين السوريين. إذا كان أبو عمشة أو حاتم أبو شقرة يعني لا يتحدث باسم السلطة، وهم يعني تم تعيينهم بعد مؤتمر النصر في مناصب عسكرية عليا وليس مناصب عادية وفي مناطق حساسة جدا. هل حمزة المصطفى وزير الإعلام لا يمثل أحمد الشرع؟ وهو الذي وصف المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بأنها مناطق محتلة. وهنا أستعير ما قاله الأستاذ رامي عبد الرحمن مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إذا كانت هذه المناطق محتلة فهذا يعني هذه مفردة داعشية. هذه المناطق تم تحريرها من داعش، يعني حتى منبج والرقة والطبقة بن عيسى وصولا إلى أجزاء واسعة من دير الزور حينما تركت لأعتى أشكال الوحشية والهمجية من قبل تنظيم داعش. تركت بشكل مطلق. الجهة الوحيدة التي يعني استطاعت أن تنظم صفوفها كردا وعربا، كردا في البداية وبعد ذلك عربا وسريانا وأربا وكل المكونات، كانت قوات سوريا الديمقراطية. هي التي تصدت للمهمة الشاقة والمهمة العظيمة والمهمة التي كلفت أرواح عزيزة جدا يعني، ولم يكن هناك أي مناص من يعني سوى ذلك. لأن داعش حتى إذا بقيت مجموعات صغيرة ستبقى تهاجم الكرد، لأنهم يعتبرون كل الشعب الكردي أعداء له ويعتبرون كل الكرد ملاحدين. نفس الخطاب يتم استخدامه من قبل جماعة الشرع. يعني هذه عقلية الجماعة وليست عقلية الدولة، وحتى ليست عقلية الفصيل الذي كان يعني في يوم من الأيام متماسك أكثر مما هو. يبدو هو السلطة يعني وصولهم إلى دمشق ربما فتت في عضدهم أكثر وبسرعة كبيرة. الجماعة تبحث من يستولي على الفيلا الأجمل والسيارة الأفضل، يعني منبهرين بدمشق وبحلب وبالمناصب وبالأموال المنهوبة التي يستولوا عليها من نظام نهب السوريين. أن تأخذ من الحرام ولا تأخذه لنفسك، أن تعيد أموال الشعب السوري للسوريين وليس للشيباني وأنس الخطاب أو المحيستي الذي يتحدث ويصول ويجول. للعلم على ذكر المحيستي، هم لا يقولون الرئيس الشرع، هم في مجالسهم يقولون الشيخ أحمد. وأمس أيضا مدير المرصد السوري ذكرت جملة من الجرائم التي ارتكبت في يعني زمن جبهة النصرة، وهي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة سنة 2012 كي تضع جبهة النصرة في قائمة المنظمات الإرهابية وبعد ذلك حتى مجلس الأمن.